بيظهر شاب بائس اسمه ماركوس، ولكنه أطلق على نفسه اسم أونيكس الاستثنائي أو الغير متوقع. وأونيكس متأثر جدا بعروض وبرامج الساحر باتروك المتخصص في مطاردة الشياطين، وباتروك عمل مسابقة عشان يختار فيها ناس من معجبينه عشان يخوضوا معاه مغامرة في أحد القصور القديمة. وطبعا تحمس أونيكس وقدم بياناته وبيتمنى إنه يتقبل في عرض باتروك، وجهز نفسه عشان يروح لشغله في المطعم. وأونيكس أبوه سابه لما كان صغير وعنده 8 سنين، وامه اتجوزت راجل اسمه تود وأونيكس ما بيحبهوش. ومشكلة أونيكس مع امه نانسي انها ما قالتش ليه على سبب هروب الاب زمان. ووصل أونيكس للمطعم وهو الوحيد اللي بيحاول يتفائل في وسط العالم البائس، وراح لمديرته وطلب منها زيادة في الفلوس ولكنها مش مهتمة ومشغولة بلعبتها. وأونيكس شغال هنا بقاله 6 سنين، والمديرة فاكراه ان اسمه جاك. وزهق أونيكس وما بقاش قادر يستحمل الشغل، وقبل ما يمشي لقى فيه زباين وصلت، وهم 3 شباب فاسدين طلبوا اكل كتير من أونيكس عشان يتأخر في تحضيره، لان مديرة المطعم قايله انه لو الاكل اتأخر عن 5 دقايق فمن حق الزبون انه ياخد الاكل مجانا. واتأخر أونيكس ثانية واحدة بس، والشباب الفاسدين اتريقوا عليه وبهدلوا وجهه بالاكل. وأونيكس زهق وقرر انه مش هيروح للشغل تاني. ولما رجع للبيت عمال بيدعي وبيتمنى ان حياته تتغير، وبيتمنى من كل قلبه انه يتقبل في عرض باتروك. ولاننا في فيلم يا صديقي، فحلم أونيكس اتحقق في ثانية، ولقى رسالة انه اتقبل في عرض الساحر باتروك. وهو فرحان راح يفرح امه ولكنها مش مهتمة. المهم انه يرمي القمامة معه وهو خارج. والصبح وصل كل الناس اللي هيشاركوا في عرض باتروك، وهم 5 اشخاص، ومنهم رسامة الوشوم واسمها جيس، والمدرس واستاذ اللغات واسمه جون دوك، والمستكشفة وهي ماك، ومحبة الغموض واسمها شيلا، وبطل الفيلم البائس وهو أونيكس الاستثنائي. وكلهم اتجمعوا عند قصر عيلة برايد ويل القديم عشان يشاركوا باتروك في طقوس تحرير شيطان قوي من عالم الجحيم. وهم عند البيت لقوا 5 سلاسل فيها احجار خضراء سحرية، ولقوا رسالة من باتريك بيطلب منهم انهم يرتدوا السلاسل دي عشان تحميهم من الارواح الشريرة، وطلب منهم يسيبوا حاجة خاصة بيهم في الصندوق عشان يسهل عليه طقوس استدعاء الشيطان. ولقوا الطاقة السحرية بتنبعث من الحجر، وكلهم تحمسوا. ولقوا الباب اتفتح، ولما دخلوا للبيت لقوا باتروك مقتول. ولقوا فيديو اشتغل وباتروك بيقول انهم لازم يرددوا الكلام الخاص بيه عشان يرجع من الموت. فنادوا على اسم باتروك انه ينهض، وفعلا رجع من الموت. وظهرت مساعدة أونيكس واسمها فيرا، ووزعت على الناس الملابس اللي هيبدأوا بيها الطقوس بكرة. والناس بياكلوا وبيستمتعوا، وطلبت فيرا منهم انهم يناموا بدري عشان الطقوس الصبح، ونصحتهم انهم يشربوا المشروب الاخضر ده عشان يمدهم بالطاقة. وكلهم شربوا ما عدا أونيكس لانه معاه مشروبه. وبدأوا يتكلموا عن الماضي، وقالت جيس انها مرات باتروك وعاشت معاه سنين كتيرة جدا زمان، وكل لما كانت بتموت كانت بترجع للحياة بسبب قوة باتروك. والناس دول باتروك قال لهم انهم بعد ما يحرروا الشيطان ده هيمنحهم الحياة الابدية. وفيرا هي شيطانة روحانية باتروك حررها عشان تساعده في تحرير الشيطان ابدون. وقالت ان الناس كلها شربت المشروب ما عدا أونيكس، والمشروب ده هدفه انه يخلي الناس خاضعين لاوامر باتروك. وشافت فيرا حاجات مرعبة هتحصل لأونيكس وما قالتش لباتروك عليها. والصبح جمعت فيرا الناس عشان تعمل عليهم تجارب لمعرفة اصولهم الشيطانية، وجابت كتاب الدم الشيطاني وهتاخد من دم الناس عشان الكتاب يكشف اصول الناس دي من عائلاتهم زمان. ومع فيرا سكينة شيطانية بتساعدها في الطقوس. ولما خدت الدم من الناس راحت لجيس، والكتاب قال ان اصلها هو انها كانت ملكة في عالم الشياطين. وراحت فيرا لشيلا، والكتاب قال ان اصلها انها واحدة من الفايكنج. وراحت فيرا لجون، والكتاب قال ان اصله هو انه مستذئب. وراحت لماك، والكتاب قال ان اصلها هي ساحرة. ولما راحت فيرا لأونيكس الكتاب قال ان هو الغلبان الطيب. وأونيكس متضايق لان حتى اصله الشيطاني هو بائس برضه، والباقيين فرحانين باصولهم ما عدا أونيكس. وفيرا شايفة ان الناس دول مناسبين جدا لطقوس استدعاء الشيطان ابدون. وراحت فيرا بالكتاب لباتروك وقالت ان الناس كلها هتنفع انها تبقى تضحيات لطقوس الشيطان ابدون. ولقى باتروك ان الدم الخاص بالناس بدأ يرسم له مكان السلسلة الخاصة بالشيطان. وباتروك هيستخدم السلسلة دي عشان يحفظ فيها ارواح الناس اللي هيسرقها. وباتروك بيستغل الناس بسبب شهرته ومستغل انهم بيحبوه. وبالليل أونيكس عمال بيفكر في اصله الشيطاني ومتضايق جدا. والباقيين قالوا انهم امبارح بالليل شافوا
واحلام بتدل على اصولهم الشيطانيه، والاصول دي طبعا تاكدوا منها الصبح النهارده من فيرا. وماك مراقبه باتروك وفيرا واستنتهم لحد ما خرجوا من البيت، وعرضت على اونيكس وجون انهم يدخلوا المكتب باتروك ويلاقوا كتابة دم ويعرفوا اكتر عن الشيطان ابادون. ولما راحوا للمكتب لقوا الباب مقفول، وحست بيهم فيرا وما قالتش لباتروك. دي كمان فتحت الباب للناس، وفيرا عارفه بخطوره الطقوس اللي هيعملها باتروك، وبتتمنى ان اونيكس يقدر يوقفه. ولما دخل اونيكس والباقيين للمكتب راحوا على كتاب الدم واكتشفوا خطوره طقوس الشيطان ابادون، والشيطان ده لا يجب ان يتم تحريره عن طريق انسان، ولو حصلت الطقوس عن طريق انسان اللي هو باتروك يا صديقي فكده هيكون فيه عواقب خطيره جدا. والطقوس دي بتتم عن طريق 5 ارواح منهم بيكون حد استثنائي. ووصل باتروك لمكان السلسله الخاصه بالشيطان، وكده مش فاضل له غير انه يبدا في حصد ارواح اونيكس والباقيين. واونيكس مهتم بالديكور ولقى باب سري اتفتح، ولما دخل للمكان السري الباب اتقفل عليه. وجون وماك ما لقوش باقي العواقب الخاصه بتحرير ابادون لان الصفحه مقطوعه، وحسوا انه باتروك وفيرا رجعوا للبيت ولازم يهربوا بسرعه من هنا، واضطروا انهم يسيبوا اونيكس لوحده محبوس ومستخبي. ولقى عين سحريه وهيراقب من خلالها باتروك وفيرا. وحست فيرا باونيكس وما قالتش لباتروك اللي طلب منها انها تقدم له تضحيته الاولى وهي مراته الابديه جيس. وبسبب المشروب والحجر الاخضر فهي هتسلم نفسها بدون كلام لباتروك. وباتروك دمج سكينه الشيطان بالسلسله اللي لقاها، وعمل سكينه كبيره عشان تسرق روح جيس. واترعب اونيكس لما شاف وجه جيس ولقى جنبه الصفحه المقطوعه من كتاب الدم ولكنه ما اهتمش بيها. ولما جري في المخبأ السري لقى نفسه وصل لغرفه جون، وجون بيحاول يفسر الكلام اللي قرأه من كتاب الدم. وجون وماك مستغربين من كلام اونيكس بخصوص اللي حصل لجيس، وشك جون ان باتروك بيستغلهم بسبب فضولهم للمعرفه اكتر عن الشياطين. وقال اونيكس انه شاف الورقه المقطوعه من كتاب الدم ولازم يفسروا كلام الصفحه دي بسرعه. والصبح جمعت فيرا الناس عشان يدخلوا لغرفه شيطان الاعتراف، ولازم يدخل كل واحد لوحده للغرفه دي ويواجه الشيطان اللي في الصندوق. واونيكس مش مستعد لانه محتاج انه يدخل للحمام. والشباب لاحظوا ان جيس مختفيه، وقالت فيرا انها مع باتروك عشان بيعملوا طقوس خاصه بيهم. واونيكس طبعا كذب على فيرا وخدعها، وهو دخل لغرفه جون عشان عن طريق المخبأ السري يقدر يوصل للصفحه المقطوعه من كتاب الدم. وخرجت ماك وهي بتعيط من كلام شيطان الصندوق، ومحدش هيقدر يخبي اي اسرار عن الشيطان ده. ودخل جون للغرفه وخرج برضه وهو بيعيط، وشيلا متحمسه جدا ومستنيه ان دورها يحل. ووصل اونيكس وفيرا مش واخده بالها. اونيكس سلم الورقه لجون، ولما دخلت شيلا لغرفه الشيطان خرجت برضه وهي بتعيط. وسيطرت فيرا على شيلا عن طريق السلسله وهتخليها تروح لباتروك عشان يسرق روحها. وحاولت ماك انها تفوق شيلا عشان ما يحصلش فيها زي اللي حصل لجيس، ولكن ماك اتفاجئت لما لقت جيس سليمه ظهرت قدامها. ولما دخل اونيكس للغرفه وفتح الصندوق Come closer, my son. لقى الشيطان الغريب اللي فكر اونيكس بالماضي، وخلاه يشوف ان ابوه سابه من 8 سنين لان الاب ما كانش قادر يستحمل اونيكس او حتى يصرف عليه. وعرف اونيكس الحقيقه اللي امه سوزان كانت مخبيها عليه. وجون بيفسر في الصفحه المقطوعه من كتاب الدم، واونيكس بيشرب في مشروب باتروك عشان يحاول ينسى الحقيقه اللي سمعها من شيطان الصندوق. وقال جون ان الحل لايقاف ظهور الشيطان ابادون الحل ده متمثل في الشخص الاستثنائي، والشخص الاستثنائي لازم يقاطع الطقوس وينزل للجحيم عند ابادون. والشخص الاستثنائي ده بيكون اللي اصله الشيطاني هو انه غلبان او طيب. وطبعا اونيكس هو الشخص الاستثنائي. واونيكس مش مهتم بالكلام وخلع سلسله باتروك ومش عايز يكمل الطقوس. وباتروك الشخص اللي هم كلهم بيحبوه طلع مجنون وهدفه هو الحياه الابديه، الحياه الابديه اللي هيحصل عليها لما يحرر الشيطان ابادون. وباتروك خد روح شيلا وحولها زي جيس، وراحت فيرا وجيس لمصدر صوت الموسيقى العالي لان اونيكس عايز يرقص وينسى كل حاجه. وهو بس اللي شايف ان جيس شكلها غريب لانه طبعا مش لابس سلسله باتروك، والباقيين شايفينها انها جيس العاديه بسبب السلسله اللي معاهم. واونيكس تعب واغمى عليه، ولقى اونيكس نفسه في المطعم ومعاه فيرا، وقالت له ان ابادون لو اتحرر عن طريق البشري باتروك الشيطان هيسيطر على الكل وهيخليهم يخدموه. وفيرا هي مضطره انها تساعد باتروك لان هو اللي حررها من الجحيم، ولازم اونيكس يوقف باتروك وينقذها وهي بتحبه، ولازم تهرب مع اونيكس لبعيد. وفيرا سابت اونيكس لانها حست ان ابادون هنا، وسمع اونيكس صوت، ولما راح يتاكد
لقى ابادون الشيطان وقال انه مفيش اي حد هيعرف يوقف طقوس تحريره حتى لو كان الشخص ده هو الشخص الاستثنائي. وتشكل ابادون على شكل الدمية الخاصة بالمطعم، واونيكس مستسلم وحاسس انه هيموت، ولكن كل اللي حصل ده كان مجرد كابوس واونيكس فاق منه. وباتروك ابادون قال له على خيانة فيرا وتواصلها مع حبيبها اونيكس، وحاولت فيرا انها تضحك على باتروك ولكنه وراها مكان الصفحة المقطوعة من كتاب الدم وعرف انها اتسرقت. والمفروض ان فيرا شيطانة روحانية وبطاقتها الروحانية لازم كانت تقول له، وبسبب خوف فيرا على اونيكس لانه هو الوحيد اللي هيقدر يوقف ابادون فقالت ان الشخص الاستثنائي هو جون. وصدق باتروك كلامها طبعا لان جون هو اذكى واحد في الناس هنا، وهو الوحيد اللي ممكن طبعا يوقف ابادون بسبب ذكائه. وجون كتب كل المعلومات اللي فسرها من كتاب الدم، وهيسيب جون مذكراته للباقيين لانه عارف ان باتروك هيطرده. ورمى المذكرات اللي فيها خطة ايقاف ابادون في المخبأ السري اللي في غرفته. ولقى باتروك خبط على الباب وقال جون انه خلاص عرف سره الشرير، وباتروك عشان يحصل على الحياة الابدية هو هيخلي ابادون يسيطر على كل الناس. والحياة الابدية اللي جون والباقيين هيحصلوا عليها هتكون حياة ابدية وهم محبوسين لخدمة ابادون. وهجم باتروك على جون عشان يسرق روحه وفاكر انه كده خلاص خلص على الشخص الاستثنائي. واونيكس وماك سمعوا صوت جون، ولما راحوا ليه قال لهم انهم لازم كلهم يسمعوا كلام باتروك وينفذوه بدون تفكير. وجون قال كده لانه دلوقتي بقى خادم لباتروك. وهربوا عن طريق المخبأ، ولقت ماك مذكرات جون وبدأت تفسر المذكرات لأونيكس عشان يعرف يوقف طقوس ابادون. ولقت ان جون كاتب ان اونيكس لازم يروح لمكان مقبرة سلسلة الشيطان، ولازم كمان يستنى لما القمر يتحول لاحمر، واول لما بوابة الجحيم تتفتح لازم اونيكس ينط فيها ويوقف طقوس استدعاء ابادون. ورسمت ماك خريطة لأونيكس وطلبت منه انه يهرب. وفي الميكروفون نادت ماك على باتروك عشان يوصل لها وتدي فرصة لأونيكس للهروب. ووصل أونيكس للمقابر وتتبع الخريطة ووصل لمكان مقبرة سلسلة الشيطان. ولقى ان جون كاتب ان أونيكس لازم ينهي الطقوس في خلال 5 دقايق قبل ما القمر يرجع لحالته الطبيعية. وباتروك وصل لمكان ماك وهجم عليها وسرق روحها وحولها لمجرد دمية بتنفذ تعليماته. والقمر اتحول للأحمر وال5 دقايق بدأوا. ووصل باتروك وجماعته لمكان أونيكس في المقابر. وباتروك مستغرب ان أونيكس هو الشخص الاستثنائي، وطلب منه انه يسلمه روحه بهدوء عشان يحرر الشيطان ابادون. وامر باتروك فيرا انها تربط سلسلة الخضوع على رقبة اونيكس. وسمعت الكلام وبدأ باتروك في تنفيذ الطقوس وبوابة الجحيم اتفتحت. ولكن فيرا خدعت باتروك وسلسلة الخضوع مش شغالة اصلا. واستغل اونيكس ان بوابة الجحيم مفتوحة ونط فيها لايقاف طقوس تحرير ابادون. واونيكس خرج من عالم الجحيم وهو بقى اقوى، وكمان بسيفه هيرجع ارواح اصدقائه من تاني. والطقوس اللي حضر ليها باتروك من سنين فشلت. وهجمت فيرا على باتروك وقطعت راسه وقتلته. وال5 دقايق خلاص هينتهوا. وطلبت فيرا من اونيكس انه ينضم ليها في عالم الجحيم، وبسبب قوته الجديدة هم كده هيبقوا ملوك في عالم الجحيم. ولكن اونيكس رفض لانه عايز يكون مع اصدقائه. واتضايقت فيرا وخدت راس باتروك ورجعت لعالم الجحيم. واونيكس الاستثنائي بقى معاه مفتاح قوة ابادون وانقذ اصدقائه والعالم. وتاني يوم الصبح دعا اونيكس امه وجوزها لقصر برايد ويل. واونيكس معاه كل اصدقائه في القصر، هم عايشين بقوتهم في امان، وكلهم فرحانين ببيتهم الامن الجديد وهيساعدوا البشر والاطفال. ولو ظهر اي شيطان او اي شخص مجنون هم كلهم هيتصدوا ليه. وفي كوخ في الغابة فيرا رجعت لعالم الارض وحزينة ان حبيبها اونيكس رفض انه يروح معاها للجحيم وفضل عليها البشر. وفيرا مش هتيأس، هي هتفكر في طريقة تنتقم فيها من اونيكس. وفيرا معاها راس باتروك وهو دلوقتي هيخدمها وهيساعدها في خطة للانتقام من اونيكس. ولحد دلوقتي الفيلم ملهوش جزء تاني يا صديقي، ودي بتكون نهاية الملخص.